أتمنى لو كنت أعرف من بدري إن العربية اللي واقفة تحت بيتك ممكن تكون أكبر سبب بيأخر حريتك المالية، مش مرتبك ومش الإيجار ومش حتى غلاء الأسعار. تخيل معايا لو قلتلك إن في شخصين بيقبضوا نفس المرتب بالظبط، وبعد 10 سنين واحد فيهم بقى عنده استثمارات ومدخرات والتاني غرقان في أقساط وديون، مع إن الاتنين كانوا بيشتغلوا نفس الشغل. تفتكر إيه السر في كده؟ المفاجأة إن السر أوقات بيكون راكن قدام البيت على 4 عجلات، والأغرب من كده إن ملايين الناس بيخسروا مئات الآلاف على مدار حياتهم وهم فاكرين إنهم بياخدوا قرار ذكي. النهاردة اكشف لك عن رقم واحد بس أغلب معارض العربيات وشركات التمويل عمرها ما هتبدأ بيه كلامها معاك، لأنك لو عرفته قبل شراء العربية ممكن تغير قرارك بالكامل. لو شايف إن الدقيقة الجاية ممكن توفر عليك سنين من القرارات الغلط، اعمل لايك دلوقتي وخليه علامة ترجع لها قبل أي قرار شراء كبير، لأن قرار مالي واحد صح ممكن يوفر عليك آلاف الجنيهات في المستقبل. أنا دكتور عبد الفتاح ودي قناة زوسر، يلا بينا نبدأ. هل لاحظت قبل كده إن أول سؤال بيتسأل لأي حد ربنا كرمه في شغله بيكون هتجيب عربية إمتى؟ مش هتبدأ تستثمر إمتى، ولا هتكون صندوق للطوارئ إمتى، ولا هتبدأ تبني ثروة إمتى؟ وده مش صدفة، إحنا اتربينا في مجتمع بيربط النجاح بالحاجات اللي الناس تقدر تشوفها. كل ما العربية تكون أحدث يبقى الشخص ده ناجح، كل ما الشعار اللي على الكبوت بيبقى أغلى يبقى أكيد مرتاح. لكن الحقيقة مختلفة تماما. كتاب المليونير المجاور، الباحثين اكتشفوا بعد دراسة آلاف الأثرياء في أمريكا إن عدد كبير جدا ما كانوش بيسوقوا أحدث العربيات ولا أغلاها في السعر، بالعكس كانوا بيشتروا عربيات اقتصادية مستعملة لكنها عملية ويحتفظوا بيها سنين طويلة. طب ليه؟ لأنهم فهموا الفرق بين الأصل والالتزام، وفهموا إن العربية هدفها توصلك لشغلك وبس، مش تمنعك توصل لحريتك المالية. لكن شركات السيارات بتشتغل بطريقة مختلفة تماما. هي مش بتبيع موتور ولا كاوتش ولا فتيس، هي بتبيع إحساس إنك بقيت أنجح، إحساس إن الناس هتبصلك بطريقة مختلفة، إحساس إنك وصلت للي أنت عايزه. وده ذكاء تسويقي عبقري من الشركات دي، لأن الإنسان بطبيعته بيحب التقدير الاجتماعي من كل اللي حواليه. ولما الإعلان يربط العربية بالنجاح، العقل يبدأ يصدق إن النجاح محتاج عربية معينة. لكن خليني أسألك سؤال، لو بكرة الصبح كل الناس اختفت ولا حد هيشوف عربيتك ولا حد هيعرف موديلها، السؤال هنا هل كنت هتشتري نفس العربية ولا كنت هتختار حاجة أرخص بتؤدي نفس الغرض؟ السؤال ده لو جاوبت عليه بصراحة هيكشف سبب قرارك الحقيقي. يمكن لأول مرة تكتشف إنك مش بتشتري عربية، أنت أوقات بتشتري صورة قدام الناس. وده بالظبط اللي بيخلي ناس مرتباتها كبيرة جدا لكن حساباتها البنكية قريبة من الصفر. ولو حسيت إنك شفت نفسك أو شفت حد قريب منك في الكلام ده، اكتب في التعليقات كلمة وعي، مش عشاني لكن عشان تفتكر إن أول خطوة في بناء الثروة هي إنك تشوف الحقيقة زي ما هي. لكن كل اللي قلناه لحد دلوقتي يعتبر مجرد البداية، لأن الكارثة الحقيقية لسه ما بدأتش. في المشهد الجاي هنحسب تكلفة العربية بطريقة مختلفة تماما عن اللي الناس بتحسبها، طريقة يمكن أول مرة تسمعها في حياتك. الحاجة دي كلفتني سنين عشان أتعلمها. لما تدخل معرض عربيات أنت شايف سعر عربية معينة عبارة عن رقم واحد بس، لكن في الحقيقة في أرقام كتير مستخبية وراه، ودي أكبر خدعة مالية الناس بتقع فيها. تخيل إنك دخلت اشتريت عربية بمليون جنيه، أول إحساس بيجيلك إنك دفعت مليون، لكن الواقع إنك لسه ما بدأتش تدفع أصلا. أول ما العربية تخرج من المعرض وتلمس الأسفلت بتبدأ قيمة العربية تنزل، وده اللي الاقتصاديين بيسموه الاستهلاك أو انخفاض قيمة المنتج. يعني حتى لو رجعت بعدها بأيام تبيعها غالبا مش هتاخد نفس المبلغ اللي دفعته في الأول. ومن هنا يبدأ نزيف الفلوس، بعدها يجي التأمين، وبعدين ترخيص، وبعدين البنزين، وبعدين الزيوت، وبعدين الصيانة، وبعدين الكاوتش، وبعدين البطارية، وأحيانا عطل مفاجئ واحد ممكن يغير ميزانية شهر كامل. ولو العربية بالتقسيط يبقى في تكلفة تانية ناس كتير ما بتحسبها، تكلفة التمويل. يعني انت مش بتشتري العربية بس، انت كمان بتشتري الوقت اللي البنك استناه علشان ياخد فلوسه. يعني مدة التقسيط الكبيرة اللي انت مبسوط بيها انت دافع حقها اصلا، وده بيخلي التكلفة النهائية اعلى بكتير، مش الرقم الصغير اللي شد انتباهك اول مرة. وده سبب ان تقارير تكلفة امتلاك العربيات اللي بتصدر من
عن وكالات تصنيف الائتماني بتنصح دايما ان الناس ما تبصش لسعر العربية المعروض للبيع، لكن تبص على اجمالي تكلفة الملكية، وده عبارة عن سعر الشراء، الاستهلاك، الوقود، الصيانة، الاصلاحات، التأمين والتمويل لو موجود. خليني اقول لك مثال بسيط. اتنين اشتروا عربيتين، الاول كان فرحان انه وفر 50,000 جنيه وقت الشراء، لكن بعد 5 سنين صرف على العربية في الصيانة واستهلاك وقود اكتر من اللي وفره بكتير. اما التاني كان بيحسب التكلفة الكاملة قبل ما يشتري، فيمكن دفع اكتر في البداية لكن وفر الاف بعد كده. وده الفرق بين شخص بيشتري بعينه وشخص بيشتري بعقله. اسأل نفسك دلوقتي، لما فكرت اخر مرة تشتري عربية هل حسبت تكلفة امتلاكها 5 سنين قدام، ولا كان كل تركيزك على القسط الشهري؟ لو كان تركيزك على القسط بس فانت مش لوحدك، وده واحد من اكتر الاخطاء المالية انتشارا. ولو لسه متابع لحد هنا اكتب كلمة متابع تحت في التعليقات، لان المشهد اللي بعده هيكشف لك اخطر تكلفة في امتلاك اي عربية. تكلفة ما بتنزلش على اي فاتورة لكن ممكن لوحدها تحرمك من تكوين ثروة كاملة. تعرف ان الحل الوحيد لمشكلة الناس اللي فاكرة ان العربية مجرد قسط شهري انهم يفهموا معنى تكلفة الفرصة البديلة. يمكن الاسم شكله معقد شوية لكن الفكرة من ابسط الافكار اللي هتغير طريقة تفكيرك في الفلوس للأبد. تخيل ان قدامك طريقين، الطريق الاول تشتري عربية اغلى من احتياجك الحقيقي، الطريق التاني تشتري عربية عملية وتستثمر الفرق كل شهر. في اول سنة مش هتشوف فرق كبير، تاني سنة برضه ممكن تحس ان الاتنين حياتهم شبه بعض، لكن بعد 5 سنين تبدأ الصورة الحقيقية لحياتك المالية انها تظهر، وبعد 10 سنين هتكتشف ان القرار اللي اخدته في ساعة واحدة رسم شكل حياتك كلها. وده اللي الاقتصاديين بيسموه تكلفة الفرصة البديلة. يعني كل جنيه بتحطه في المكان الصح انت في نفس اللحظة بتحرمه من انه يشتغل في مكان تاني غلط. خليني اقول لك قصة افتراضية. في 2 صحاب، خالد ومحمد، الاتنين دخلهم متقارب جدا. اول ما ربنا كرمهم خالد قرر يحقق حلمه، اشترى عربية BMW جديدة بالتقسيط. كان مبسوط جدا. اول اسبوع كل الناس باركت له واصحابه تصوروا معاه ومع العربية، واهله كانوا فخورين بيه. لكن بعد كام شهر بدأت الاقساط تنزل، وبعدين تأمين العربية زاد، وبعدين البنزين غلي، وبعدين بقى مش ملاحق على الصيانة، وفجأة بقى اخر كل شهر بيستنى المرتب، مش عشان يحقق هدف جديد لكن عشان يسدد التزام قديم. في نفس الوقت محمد خد قرار مختلف، اشترى عربية مستعملة بحالة ممتازة، مش لانه مش قادر يشتري الجديد لكن لانه كان عايز يسيب مساحة لفلوسه تكبر مع الوقت. كل شهر كان بيحط الفرق في استثمار طويل الاجل. في البداية ناس كتير استغربت وقالوا له ليه ما جبتش عربية احسن، لكن بعد سنين العربية عند خالد فقدت جزء كبير من قيمتها. اما الفلوس اللي استثمرها محمد فكانت بتكبر وتجيب ارباح وتشتغل وهي نايمة. وده هو الفرق بين الاصل والالتزام. الثروة مش بتتبني من مرتب كبير، الثروة بتتبني من قرارات صغيرة بتكرر كل شهر. وده مش كلام تحفيزي، دي فكرة اساسية بيتكلم عنها كتاب سيكولوجية المال لمورجان هاوسل. الكتاب بيأكد ان النجاح المالي غالبا بيجي من السلوك المتكرر، مش من الذكاء الشخصي ولا من الانضباط، مش من الحظ. اسأل نفسك دلوقتي، لو الفرق بين عربية وعربية هو اللي هيمنعك تستثمر، هل فعلا العربية الأغلى كانت قرار ذكي بالنسبة لك؟ ولو شايف ان السؤال ده يستحق تفكير اكتب كلمة استثمار في التعليقات، لان اللي هتكلم عنه دلوقتي هو السبب اللي بيخلي ناس مرتباتها أقل منك لكن ثروتهم أكبر منك بكتير. كفاية تضييع وقتك في مقارنة مرتبك بمرتبات الناس، لأن المشكلة في أغلب الأحيان مش في الدخل، المشكلة في أسلوب الحياة اللي بتعيشها. دي واحدة من أكتر الحقائق اللي بتصدم أي حد يبدأ يتعلم إدارة المال. إحنا متعودين على فكرة إن الشخص اللي بيقبض أكتر أكيد هيكون أغنى، لكن الواقع مليان أمثلة بتقول العكس. في ناس مرتباتها كبيرة جدا لكن آخر الشهر الحساب البنك بتاعها بيكون صفر، وفي ناس دخلها متوسط لكن عندها مدخرات واستثمارات تأمن مستقبلها ومستقبل أبنائها، وعندها صندوق للطوارئ بيخليها تشتغل بدون ضغط مالي كبير. طيب ليه؟ لأن أول فئة كانت كل زيادة في دخلها بتترجمها لزيادة في المصاريف. المرتب زاد يبقى لازم أحدث العربية، المرتب زاد تاني يبقى لازم قسط أكبر من الأولاني، وترجع تدور في نفس الدايرة من الأول كل شهر. الخبراء بيسموا ده تضخم نمط الحياة، يعني مستوى مصاريفك يكبر مع كل زيادة في دخلك لحد ما تكتشف انك بقيت بتقبض اكتر لكن مش بتحوش اكتر، وده اخطر فخ مالي.
المالي، لانك بتحس انك تتقدم لكن الحقيقة انك واقف مكانك. خليني اسألك سؤال، لو بكرة الصبح مديرك زود مرتبك 30%، ايه اول حاجة هتفكر تعملها؟ هل هتغير العربية ولا هتزود استثمارك؟ الاجابة على السؤال ده بتقول عن مستقبلك المالي اكتر من قيمة مرتبك نفسه. في كتاب المليونير المجاور اشار لفكرة ان اغلب الناس اللي بنوا ثروات ما كانوش بيحاولوا يثبتوا للناس انهم اغنياء، كانوا بيحاولوا يبنوا اصول، وده فرق جوهري. الاصل بيحط فلوس في جيبك، اما الالتزام فبيسحب فلوس من جيبك. والعربية في اغلب الحالات عبارة عن الالتزام. ولو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات كلمة قرار، لان كل دقيقة بتسمعها دلوقتي ممكن توفر عليك سنين من القرارات الغلط. لكن لسه في سؤال مهم جدا، هل معنى كده ان شراء عربية قرار غلط؟ الاجابة هتفاجئك، وده اللي هنعرفه في المشهد الجاي. لو حسيت ان الكلام ده معناه ان قرار شراء اي عربية غلط، فانت لازم تركز معايا كويس، لان دي اكبر نقطة ناس كتير بتفهمها غلط. احنا مش ضد شراء العربية، بالعكس، في حالات كتير جدا العربية بتكون استثمار في وقت وفي شغلك، في صحتك وفي راحة اسرتك. لو شغلك بيعتمد على التنقل او بتسافر يوميا لمسافات طويلة او عندك اسرة كبيرة، فالعربية ممكن تكون ضرورة حقيقية. لكن الذكاء المالي مش انك تمنع نفسك، الذكاء المالي انك تمنع نفسك من المبالغة، يعني تشتري اللي يخدم احتياجك مش اللي يخدم صورتك قدام الناس، وده فرق ضخم جدا. خليني اسألك سؤال بسيط، لو شلت شعار العربية من على الكبوت وشلت اسم الشركة وشلت رأي الناس، هل كنت هتختار نفس الموديل؟ لو الإجابة لا، يبقى قرار الشراء محتاج مراجعة، لأنك ممكن تكون بتشتري الانطباع مش المنفعة. ومن أكتر النصايح اللي بيكررها خبراء الإدارة المالية إنك تحاول تخلي تكلفة العربية متناسبة مع دخلك الحقيقي، مش مع الدخل اللي بتحلم توصل له بعد 5 سنين. وما تربطش قرارك بمكافأة مؤقتة، اربطه بخطة طويلة الأجل. في استراتيجية ذكية جدا اسمها كسر الزيرو، يعني تشتري عربية مستعملة بحالة ممتازة وتسيب أول مالك يتحمل أكبر خسارة في انخفاض القيمة. وده سبب إن ناس كتير عندها خبرة مالية بتعتبر العربية اللي عمرها 2 أو 3 من أفضل الصفقات، لأنها فقدت جزء كبير من سعرها لكن لسه بتؤدي نفس الوظيفة تقريبا. السؤال اللي هيفضل معانا لآخر الفيديو، طيب لو اشتريت العربية الصح هل ده كفاية؟ ولا في عادة واحدة لو بطلتها ممكن توفر على نفسك مئات الآلاف على مدار حياتك كلها؟ الإجابة هنشرحها بالتفصيل في الدقيقة الجاية. إزاي تحسن وضعك المالي في أسرع وقت ممكن، إنك تبطل تعتبر تغيير العربية إنجاز. خليني أسألك سؤال، إيه أول حاجة ناس كتير بتفكر فيها بعد ما تخلص أقساط العربية؟ للأسف الإجابة غالبا مش هبدأ أستثمر، ولا هكون صندوق للطوارئ، ولا هسدد باقي التزاماتي. الإجابة بتكون أغير العربية. وهنا تبدأ الدوامة من أول وجديد، قسط جديد، تأمين جديد، مصاريف أعلى، استهلاك جديد، وكأنك كل ما توصل لخط النهاية ترجع بنفسك لأول السباق. وده واحد من أخطر السلوكيات المالية تدميرا لحياتك المالية، لأن الفترة اللي بتيجي بعد انتهاء الأقساط هي أغنى فترة ممكن يعيشها أي شخص. تخيل إنك متعود تدفع كل شهر مبلغ كبير للعربية وفجأة القسط خلص. إيه اللي يمنعك تحول نفس المبلغ لكن لحساب استثمار أو حساب ادخار أو صندوق للطوارئ؟ الفرق إن الفلوس المرة دي مش هتخرج من جيبك، تبدأ ترجع لك وتشتغل علشان. في ناس لما يخلصوا اقساط العربية بيعتبروا إنهم أخيرا اتحرروا، لكن بعد أسبوعين يدخلوا في قسط أكبر، وده بيخليهم يفضلوا طول عمرهم بيدفعوا من غير ما يحسوا طعم امتلاك المال الحقيقي. لو انت عايز تبني ثروة لازم تتعلم تستمتع بفترة عدم وجود اقساط. الفترة دي مش مملة، كنز. كل شهر بيعدي من غير قسط هو شهر بيقربك من الحرية المالية. اسأل نفسك، آخر مرة خلصت فيها التزام كبير هل استغليت الفرصة دي ولا صنعت التزام أكبر؟ ولو حسيت إنك وقعت في الدوامة دي قبل كده اكتب في التعليقات كلمة دوامة، لأن المشهد الجاي هيجاوب على سؤال مهم جدا، هل لازم أشتري عربية جديدة علشان أكون باخد قرار صح؟ لو لسه بتعمل مقارنة بين العربيات على أساس إنها زيرو ولا لأ، فأنت لازم توقف التفكير ده فورا. السؤال الحقيقي مش هي العربية جديدة ولا لأ، السؤال الحقيقي هي العربية هتكلفني كام خلال 5 أو 10 سنين. في فرق كبير جدا. ناس كتير أول ما تسمع كلمة مستعمل تفتكر مشاكل وأعطال وصيانة ومصاريف زيادة، لكن الحقيقة مش بالبساطة دي. في عربيات مستعملة حالتها ممتازة، في عربيات جديدة سعرها مبالغ فيه بشكل كبير. الفكرة كلها إنك تشتري القيمة اللي تخدم
تخدم احتياجك مش الانبهار. وده سبب ان خبراء ماليين كتير بينصحوا باستراتيجية كسر الزيرو، يعني تشتري عربية عمرها سنة او سنتين او 3 بعد ما تكون خسرت الجزء الكبير من قيمتها، في نفس الوقت تفضل حالتها ممتازة. انت هنا كأنك خليت اول مالك للعربية يدفع اغلى فاتورة، وانت اخدت افضل توازن بين السعر والحالة. لكن خد بالك، ده مش معناه ان اي عربية مستعملة صفقة كويسة، لا، لازم تكشف عليها كويس وتراجع تاريخ صيانتها وتأكد من حالتها الفنية. الذكاء المالي عمره ما كان معناه انك تشتري الارخص، الذكاء المالي انك تشتري الانسب. ده فرق كبير جدا. في ناس توفر في البداية لكن تخسر بعد كده في الاعطاء، وفي ناس تدفع زيادة بسيطة لكن ترتاح سنين. علشان كده القرار اللي لازم يكون مبني على معلومات مش على انطباعات. قبل ما تشتري راجع تكلفة الصيانة، اسأل اصحاب نفس العربية، اقرأ تقارير الاعتمادية المنتشرة في سوق العربيات، وشوف تكلفة تشغيل الفعلية مش سعر الشراء بس، لان القرار الصح هو اللي هيوفر عليك بعد الشراء، مش اللي هيخليك تفرح ساعة الشراء وتزعل بعدين. ولو لسه مكمل معايا اكتب في التعليقات كلمة قيمة، لان المشهد الجاي هو اهم مشهد في الفيديو كله. محدش هيقولك ان اغنى الناس ماليا مش بالضرورة يركبوا اغلى العربيات، لكن اغلبهم بيعرفوا امتى يقولوا كفاية، ودي مهارة مش حرمان. الانسان بطبيعته بيحب الافضل وده طبيعي، لكن المشكلة ان كلمة افضل احيانا بتتفسر غلط. هل الافضل يعني الاغلى ولا الافضل يعني الانسب؟ في الادارة المالية الانسب هو الافضل، لان كل جنيه زيادة بدفعه لازم تسأل نفسك هيجيب لي قيمة حقيقية ولا مجرد انبهار مؤقت. القاعدة الذهبية بسيطة جدا، العربية لازم تساعدك تكسب فلوس او توفر وقت او تخدم اسرتك، لكن اول ما تتحول لسبب بيمنعك من الادخار او الاستثمار او يضغط عليك نفسيا وماليا كل اخر شهر، يبقى لازم تراجع القرار. افترض ان قدامك اختيارين، الاول عربية فخمة جدا لكن هتستهلك جزء كبير من دخلك، والتاني عربية عملية لكن هتديك حرية انك تسيب مساحة تستثمر فلوسك كل شهر. بعد 10 سنين مين فيهم هيكون عنده حرية اكبر؟ الاجابة واضحة، لان الحرية المالية مش انك تشتري كل اللي نفسك فيه، الحرية المالية ان يبقى عندك حرية الاختيار، تشتغل لانك عايز تشتغل مش لان عندك قسط مستنيك، تسافر لانك خططت انك تسافر مش لانك استلفت، تساعد اسرتك من غير ما تخاف على اخر الشهر. ودي النقطة اللي ناس كتير بتكتشفها متأخر، ان العربية كانت المفروض وسيلة لكن اتحولت لغاية، وده قلب المعادلة بالكامل. لو وصلت لحد هنا يبقى انت دلوقتي من المميزين اللي مش بتفكر في العربية بنفس الطريقة اللي كنت بتفكر فيها في اول فيديو. لكن لسه في سؤال اخير، ايه الخطة العملية اللي تقدر تمشي عليها من بكرة الصبح علشان تشتري عربية من غير ما تبيع مستقبلك المالي؟ وده بالظبط اللي هنجاوب عليه في الجزء الاخير. اتمنى لو كنت اعرف الخطة دي من بدري، لانها كانت هتوفر عليا سنين من القرارات الغلط. بعد كل اللي اتكلمنا فيه يمكن تكون دلوقتي بتسأل نفسك تمام فهمت المشكلة لكن اعمل ايه من هنا؟ خليني اقول لك ان الذكاء المالي مش معناه انك تحرم نفسك، ومش معناه انك تفضل طول عمرك ما تركبش العربية اللي بتحلم بيها. الذكاء المالي هو انك تعرف امتى تشتري وايه اللي تشتريه وازاي تشتريه. خلينا نحول الكلام لخطة عملية من 5 خطوات. الخطوة الاولى، اسأل نفسك سؤال واحد قبل اي قرار شراء، هل انا بشتري احتياج ولا بشتري انطباع؟ لو لقيت ان جزء كبير من قرارك سببه كلام الناس، ارجع فكر تاني، لان الناس مش هتدفع عنك القسط ومش هتتحمل معاك الصيانة ولا هتستثمر مكانك. الخطوة التانية، احسب التكلفة الكاملة مش سعر العربية وبس، احسب التأمين، البنزين، الصيانة، تراخيص، قطع الغيار، المستهلكات، ولو في تمويل احسب تكلفة التمويل كمان، ساعتها هتشوف الصورة الحقيقية. الخطوة الثالثة، سيب مساحة للادخار. لو العربية هتاخد اغلب دخلك فغالبا هي اكبر من امكانياتك الحالية. العربية الصح هي اللي هتخليك ترجع البيت مرتاح مش قلقان من اخر الشهر. الخطوة الرابعة، ما تستعجلش التغيير. كل سنة زيادة تقضيها مع عربية حالتها كويسة ممكن تكون سنة اضافية بتبني فيها اصل جديد او استثمار او امان مالي. الخطوة الخامسة، خلي عندك هدف اكبر من العربية نفسها، لان العربية وسيلة لكن الحرية المالية غاية. ولما يبقى عندك هدف واضح هتلاقي ان قراراتك بقت اسهل بكتير. وده السبب ان كتب زي سيكولوجية المال والمليونير المجاور تكرر دايما نفس الفكرة، الثروة مش قرار واحد، الثروة مجموعة قرارات صغيرة بتتكرر كل شهر. ولو وصلت للنقطة دي اكتب في التعليقات كلمة حرية، لان الكلمة دي هي الهدف الحقيقي من كل اللي اتكلمنا عنه. لكن قبل ما ننهي، في حقيقة واحدة لازم تفضل فاكرها طول عمرك، محدش هيقولك ان اخطر قرار مالي مش
مش هو شراء العربية. أخطر قرار مالي هو شراء العربية الغلط في الوقت الغلط. في ناس هتطلع من الفيديو ده وتقول يعني ما نشتريش عربية. للأسف ده مش اللي قلناه. احنا قلنا اشتري لكن بعقل، اشتري لكن من غير ما تبيع مستقبلك، اشتري لكن ما تخليش قيمة العربية تبقى أكبر من قيمة راحة بالك. افتكر دايما العربية هتوصلك للشغل، لكن الاستثمار هو اللي هيقربك من الحرية المالية اللي دايما بنكررها في الفيديوهات. العربية توفر عليك وقت، لكن الأصول هي اللي هتوفر لك مستقبل. العربية ممكن تبهر الناس يوم، لكن قراراتك المالية الذكية تبهرك انت بعد 10 سنين. يمكن النهاردة وانت بتسمع الفيديو ده تكون بتفكر في تغيير عربية، او يمكن بتفكر تشتري اول عربية في حياتك. انا مش هقولك تعمل ايه، لكن هطلب منك تعمل حاجة واحدة. لما تخرج من الفيديو امسك ورقة وقلم واكتب تكلفة العربية اللي في دماغك، وجنبها اكتب ايه الفرصة اللي هضحي بيها علشان اشتريها. السؤال ده لوحده ممكن يغير قرارك ويغير مستقبلك، لان النجاح الحقيقي مش ان الناس تبص عليك وتقول ما شاء الله عربية جميلة. النجاح الحقيقي ان بعد 20 سنة تبص على نفسك وتقول الحمد لله قراراتي كانت صح. وفي النهاية افتكر ان الفلوس أداة والعربية أداة، لكن العقل هو اللي بيقرر كل أداة هتخدمك ولا هتستنزفك. انت لاحظت قبل كده ان اغلب قراراتنا المالية الكبيرة بنفكر فيها بعاطفتنا وبعدها نقعد ندور على مبررات بعقلنا. وده يمكن اخطر درس في الفيديو كله، لان الحقيقة العربية عمرها ما كانت هي المشكلة. المشكلة هي الشخص اللي بيشتري العربية علشان يثبت حاجة للناس. خليني اسألك سؤال، امتى اخر مرة شفت حد نزل صورة عربيته الجديدة؟ اكيد شفت تعليقات زي ما شاء الله، ربنا يزيدك، الف مبروك. كل الكلام ده بيستمر كام يوم، اسبوع، 2. طب وبعدين الناس بترجع لحياتها الطبيعية، لكن انت تفضل تدفع القسط كل شهر، وتدفع التأمين، تدفع الصيانة، وتدفع بنزين. يعني الاعجاب كان شيء مؤقت، لكن الالتزام ده حاجة ملازماك طول عمرك. وده اللي علماء النفس بيسموه تكيف للمتعة، بمعنى ان اي حاجة جديدة بتفرحك جدا في الاول، لكن بعد فترة قصيرة جدا بتتحول لشيء عادي. العربية اللي كنت بتحلم بيها سنة كاملة بعد كام شهر تبقى مجرد وسيلة توصلك للشغل، وساعتها يبدأ عقلك يدور على حلم أغلى، موديل أحدث للعربية، فئة أعلى، شعار أفخم. ومن هنا بتبدأ سباق عمره ما بيخلص. المشكلة إنك طول الوقت بتجري لكن خط النهاية بيتحرك، وده السبب إن ناس كتير دخلها بيزيد لكن إحساسهم بالإكفاء ما بيزيدش، لأنهم بيطاردوا شعور مش بيبنوا ثروة. ولو سألت أي شخص بنى ثروة حقيقية على مدار سنين هتلاقيه غالبا بيقول نفس الجملة: اتعلمت افرق بين اللي يعجب الناس واللي يفيدني. وده يمكن اهم جملة في الفيديو كله. اسأل نفسك دلوقتي، لو مفيش حد هيشوف العربية اللي هتشتريها هل هتدفع نفس المبلغ؟ ولو اجابتك لا يبقى يمكن القرار نفسه محتاج يتغير. افتكر الناس هتنسى انك كنت راكب ايه، لكن انت مش هتنسى ابدا راحة البال اللي هتحس بيها لما يبقى عندك استثمار ومدخرات وحرية تختار حياتك من غير ضغط ديون. ولو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات كلمة امان، لان الامان المالي هي الحاجة الوحيدة اللي تستحق انك تدفع عمرك علشان، مش مجرد عربية. وصلنا لنهاية رحلتنا، والنهاردة عرفنا ان اكبر تكلفة في العربية مش سعرها ولا البنزين ولا الصيانة، اكبر تكلفة هي القرار الغلط. وعرفنا ان الثروة مش بتتبني بحجم المرتب لكن بالطريقة اللي بتدير بيها كل جنيه يدخل جيبك. ولو في رسالة واحدة احب تخرج بيها من الفيديو ده فهي انك تخلي فلوسك تشتغل علشانك، وما تشتغلش طول عمرك علشان تعيش نمط حياة أكبر من إمكانياتك. ولو حسيت إن الفيديو ده غير نظرتك للعربية أو خلاك تبص لفلوسك بطريقة مختلفة اعمل لايك دلوقتي علشان ترجع للفيديو ده بسهولة كل ما تيجي تاخد قرار مالي مهم، وكمان علشان أعرفك المحتوى اللي بيكشف الجانب المالي اللي أغلب الناس ما بتكلمش عنه. ولو دي أول مرة تشوف محتوى بالشكل ده اشترك في القناة، لأن كل فيديو جاي هيبني على اللي اتعلمته النهارده وهيساعدك تاخد قرارات مالية بشكل أذكى من أي وقت فات، وتتجنب أخطاء ممكن تكلفك سنين من عمرك وفلوسك. واكتب في التعليقات لو قدامك الاختيار دلوقتي هتختار عربية أغلى ولا حرية مالية أكبر. وأشوفكم في فيديو جديد بأثر جديد.